السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. زي ما في سلبيات برضو في إيجابيات. يعني في ناس محترمة شبعانة من بيتها، لما بيجي عريس لبنتهم ما بيحملوش عليه، بس الناس دي نادرة نادرة، ما بيحملوش. هما شايفين ان العريس جايب او هيجيب كل اللي يقدر عليه، فبيقول لي يا ابني اللي تقدر عليه هاته واللي ما تقدرش عليه ما تجيبوش. هو ده كلام العقل؟ يعني انا اجيب ادخل بنتي بخمس ست اوض؟ طب ليه؟ علشان العريس ما يجيبش اي حاجة فيما بعد؟ يجيب ولا ما يجيبش على حسب امكانياته. ما هدوان السر لو حتى دخل بأوضة واحدة خلاص يجيب بعد كده، هيجيب لما يجي يخلف هيجيب، لازم هيجيب أوضة أطفال، لازم هو اللي هيجيب مش أنا. في ناس محترمة شبعانة من بيتها، ما بيطلبش من العريس هات وهات وهات وموسم وهات ومش عارفه ايه وندر. هو اللي بيقدر عليه يجيب ويجيب، واللي ما يقدرش عليه ما يجيبوش. هي دي الناس الأصيلة، هي دي الناس الشبعانة. مش يطلبوا ببقهم. والله والله اني انا اللي كنت بتكسف لما بسمع ان ام العروسة بتطلب من اهل العريس في فترة الخطوبة هاتوا 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 هاتوا. ايه ده؟ ايه الجوع ده؟ انا والله اللي بتكسف من اللي انا بسمعه. طب هي اللي بتتكلم ما بتتكسفش؟ فين الحياء؟ طب فين كرامتك؟ فين؟ وتيجي بقى لما بنتها بقى تدخل، لا، تجيب ما تجيبش مش مهم. طب ما انت بنتك في بيت ناس وشايفه مثلا سلايفها بيجي لها، انت رخر تجيبي لها علشان تجبري بخاطر البنت؟ لا، ما تسالش. وممكن تسال بحاجات هايفه، وممكن اهل العريس يعايروا البنت، يقولوا لها يا اللي محدش سأل فيك، يا اللي محدش عبرك، يا اللي يلي. فلو من البداية أم العروسة كانت لينة، أكيد أم العريس هتبقى لينة أكتر بعد الجواز. عاملوا الناس بمثل ما تحبوا إن الناس يعاملوكم. صح الكلام؟ السلام عليكم ورحمة الله. متنسوش الاشتراك في القناة وعمل لايك ليصلكم كل جديد.